قصتنا بتبدأ في قارة الشيان جوشين في العالم اللي كل الناس فيه بتحب الفنون القتالية وبيتعلموها. بنشوف الأمير الشياو وده واحد من أقوى المقاتلين في أسرة سونج، وأي شخص مهما وصلت قوته ما بيقدرش على شياو، لدرجة إننا في البداية بنشوفه بيتحدى أقوياء السماء وبيكسر السيف السماوي الخارق بلمسة واحدة وسط ذهول كل الحاضرين. ملوك السماء بيغضبوا من الشياو وبيبدأوا يضربوه بالعواصف الرعدية لكنه بيقدر يصدها، ولكن للأسف ده بيكلفه طاقته الروحية وبيبدأ يتلاشى. ساعتها بيظهر ملك الشياطين وبيعلن توحيده للعوالم التسعة وكلهم هيبقوا تحت الحكم بتاعه الشرير. البشر الطيبين بيكونوا لسه عندهم امل ان الامير الشياو لسه عايش واكيد هيرجع في الوقت المناسب علشان يحرر العالم. فعلا بعد فترة طويلة من الزمن حوالي 3000 سنة شياو بيظهر تاني لكنه بيختفي في شكل شخص عادي وبيروح علشان يلتحق بطائفة شوان جين اللي هو في الاصل يبقى مؤسسها في البدايات. واثناء وجوده هناك بتظهر تعابين ضخمة متكونة من الظل وبتهجم على الناس وبتقتلهم، ولكن بتظهر الساحرة ليه واخواتها وبيهجموا على التعبان لكنه بيتغلب عليهم وقوتهم ما بتأثرش فيه. التعبان بعدها بيهجم على الشياو والمتشرد الصغير اللي معاه ولكن الشياو بيصد هجومه بصباع واحد بس وبعدها بيديله ضربة وبيقضي عليه. بعدها بيظهر الامير شين وبيبلغوه ان في شخص استغل الفوضى اللي سببها التعبان وسرق الحبوب الروحانية. شين بيطلب من السارق يسلم الحبوب وهيعفيه من العقاب. ساعتها واحد من حراسه بيستخدم المراية الكاشفة علشان يعرف الشخص السارق ده، وللاسف بيكون المتشرد الصغير اللي الشياو انقذه. شياو بيكسر المراية الكاشفة وشين بيأمر حراسه يقتلوه لكن الشياو بيهزمهم. الكل بيبقى مستغرب من قوة الشياو رغم ان شكله شبه المتشردين. شين بيتعصب عليه وبيجمع رجالته كلهم علشان يقتلوه، بس الساحرة لي بتقف قصاده وبتطلب من شين يعفو عنه. شين بيتعصب اكتر لما لي بتقف في طريقه وبيخرج طاقته الخارقة، ولي بتخاف ولكن شياو بيبعدها وبيرد الهجوم على شين وبيقضي عليه لان قوته اسطورية بالنسبة لشين. شياو بيبقى قادر يقتله ولكن الجنية الساحرة بتتواصل معاه فكريا وبتطلب منه يعفو عنه والشياو ساعتها بيوافق. بتظهر بعدها الجنية الساحرة صاحبة السمو الملكي وبتحذر شين لانه بيستخدم سلطته في الافتراء على الناس. شياو بيعرف ان الجنية الساحرة من سلالة قديمة وبيكلمها بتعالي شوية، وساعتها ليه بتتعصب عليه لان الجنية الساحرة لينج تبقى السيدة بتاعتها، ولكن الشياو ما بيهتمش وبيطلب منها تقابله في غرفته. الغريب بقى ان الساحرة لينج بتوافق وبتقول له انها مش هتتأخر عليه. بالليل لينج بتروح لاوضته وبيعرفها ان في وقت هيجي وقوته الروحية هتختفي وهتموت ومحدش هيقدر ينقذها. ولينج بتستغرب ان الشياو عارف المعلومات دي عنها وعن عشيرتها، ولكنها بتتعصب لما الشياو بيقول لها انها لازم تنفذ اوامره علشان هو الوحيد اللي يقدر يساعدها، وساعتها بتفتكر ان هو نصاب وبيخدعها. ولكنه لما بيبطل قوة السيف الخارق بتاعها بتستغرب وبتصدق ان هو شخص قوي فعلا، وفعلا الشياو بيساعدها وبيخرج الطاقة السامة من جواها. تاني يوم الشياو بيروح لاختبارات العشيرة، لكن الغريب ان لينج بقت المساعدة بتاعته وكل الناس بيتصدموا لما بيلاقوا صاحبة السمو الملكي بنفسها بتساعد الشياو زي الخدامة بتاعته بالظبط. بعدها بيوصل اقوى 3 طلاب في الاكاديمية وبيتحدوه يعمل الاختبار الصعب، ولكنه بيهنهم كلهم وبيبعت المتشرد الصغير علشان يعمل الاختبار، وفعلا المتشرد الصغير ده بيخلص الاختبار بكل سهولة. المقاتلين الثلاثة بيستغربوا لانهم استغرقوا سنين علشان يعدوه وبيبقوا مصدومين. ساعتها بيقدر يعدي التحديات كلها بكل سهولة بسبب تعليم شياو والكل بيبقى مصدوم، لكن شياو بيبقى هو مخترع الاسلوب ده علشان يصطاد الطيور وبيتفاجئ ان هو اسلوب قوي دلوقتي وبمثابة كنز للناس كلها. شياو بيحس بالزهق بسبب ضعف المناسبة في التحديات وبيسيب المكان وبيقتحم احد البيوت. صاحب البيت بيظهر وبيهدده علشان بيشرب المشروبات اللي هو صنعها، ولكن شياو ما بيتهزش وصاحب البيت بيتصدم من قوته ومن طريقته في الكلام. شياو بيكون خلاص خد القرار ان هو يعيش في البيت ده، ولما صاحب البيت بيحاول يمنعه شياو بيضربه وبيدخل للبيت، وهناك بيقابل روح الساحرة المحاصر اللي اول ما بتصحى وبتشوفه بتهرب بسرعة. شياو بيقرر يسيب البيت لانه وراه حاجة يعملها وهيبقى يرجع مرة تانية. شياو بيروح لمعبد قديم بقاله 2000 سنة على امل ان هو يلاقي شخص على قيد الحياة، لكنه ما بيلاقيش غير روح الساحرة المحاصرة اللي بتحاول تغويه، لكنه بيكون عارفها وكاشف كل العابها. بنعرف وقتها ان الساحرة دي كانت عايشة زمان وبتعرف الشياو واتعرفت عليه من اول ما شافته، وبنكتشف ان الشياو انقذها من الشياطين زمان لكنه حبسها هنا علشان يبعد سحرها عن البشر، لكن دلوقتي الشياو بيقرر يفك اسرها. في الوقت ده المتشرد الصغير بيبهر المدينة بالطاقة اللي خارجة منه لدرجة ان الحكيم المقدس بيجي علشان هو والثلاث محاربين القدامى، والعائلات كلها بتتخانق علشان الطفل ده، لكن في النهاية الشيخ الاكبر بيوصل والكل بيبعد عن طريقه وبيسيبوه ياخد الطفل. الطفل بيرفض يروح معاه علشان شياو وبيعرف ان شياو ده شخص متشرد برضه، ولكن الاميرة المقدسة بتخدمه. شياو بيوصل مع الجنية تشو والطفل المتشرد بيقرر يعملها كاخته الصغيرة، لكنها بتقول له انا عندي 2000 سنة يا ابني. الشيخ الاكبر بيشوف تشو وبيترعب، وده لانها لسه عايشة وبياخد بعضه وبيمشي. واحد من الحضور بيروح يبلغ الامير زانج بان شياو مشغل الاميرة المقدسة عنده. ساعتها بيتعصب وبيتحرك علشان يروح يحاربه. زانج بيوصل لمكانه بيحاول يقتله، ولكن الاميرة المقدسة بنفسها بتقف في وشه. الاثنين بيحصل بينهم قتال والاميرة بتكسب وبتطرد زانج. زانج بيتعصب ان كل ده حصل فيه بسبب شياو فبيهجم عليه، بس الساحرة تشو بتمسك السيف وبتكسره. الساحرة تشو بتقضي على زانج علشان يوقع الاكل بتاعها على الارض، والشيخ الاكبر بيكون مستغرب من شياو لان ما عندوش اي قوة ظاهرة
عليه، بس الغريب ان هو يعرف الساحره تشو اللي عندها 2000 سنه وهو باين عليه صغير ما يعديش ال 100 سنه حتى. شياو بيقول لهم اسمه وبيتفاجئوا ان هو شايل اسم القبيله وبيكونوا فاكرين انها صدفه. الشيخ الاكبر بيتصدم لما شياو بيقول له ان هو اتولد بالاسم ده، وتشو الساحره بتكون عايزه تضحك علشان ما حدش هيصدق ان شياو هو مؤسس القبيله اصلا. الشيخ بيظهر صوره لتشاو بس قديمه وبيقول له ان ده مؤسس القبيله وانت شكلك يلا شبه المتشردين. شياو بيلاقي نفسه قرب يتكشف كده فبياخد تشو وبيمشي. زانج بيروح يستدعي ابوه تاي وبيروحوا يقابلوا شياو علشان ينتقموا، ولكنه بيتفاجئ ان تاي بيعتذر لشياو وبيمشي. شياو بيروح منطقه الوحوش والاميره بتبقى خايفه عليه، لكن بيكون روض وحوش كتير زمان وقادر عليهم دلوقتي. شياو بيدخل وبيقاتل الوحوش دي كلها وبيرصهم فوق بعض بكل سهوله وبيستخدم دمهم علشان يصنع حمام طاقه. بعد شويه الشيخ الاكبر بيوصل وبيكون لسه مستغرب من شياو وبيساله عن المعلومات اللي عارفها وجايبها منين. الشيخ بيكون عايز يعرف هو يبقى مين، وشياو بيقول له ان هو قال له اسمه اكتر من مره بس هو مش عايز يصدقه. شياو بيطلب من الشيخ يستدعي ال 12 قبيله علشان يعمل له القتالات المئويه، ودي قتالات بتحصل كل 100 سنه بين اقوى مقاتل بين كل القبائل. الشيخ بيعتقد ان شياو يبقى من نسل عائله سونج وبيقول له ان هو اكيد بيحاول يحفز نفسه علشان يبقى مقاتل اسطوري علشان كده مسمي نفسه كده. شياو بيطلب منه ينفذ طلبه وبيقول له لو القبائل رفضت هيستخدم السيف السماوي. تاو بيكون مخطط لحاجه تانية لانه عايز يستولي على السيف السماوي وخايف ان شياو يقف في طريقه. زانج بيكون سعيد ان ابوه هيسمح له يخرج معاه للسيف السماوي، ولكنه بيفاجئ بيقول له ان هو بيعمل كده علشان يضمن ان هو يفضل عايش. وبعدها بيحط ايده في صدر زانج وبياخد قلبه وبيعترف له قبل ما يموت ان هو اللي قتل امه برضه، وقبل ما يمشي بيستنسخ جثه ابنه بجثته. بنرجع مره تانية لشياو اللي بيكتشف ان الطفل المتشرد مش ولد وطلع بنت وعندها طاقه روحيه كبيره وكمان مستويات من السحر. شياو بيجي له خبر موت تاي وزانج. شياو بيروح على هناك وبيلاقي جثه تاي وزانج وما بيعرفش مين اللي قتلهم. طبعا بيحاول يكتشف اذا كان في اي خدعه، لكن تاي بيكون عامل كل حاجه باتقان علشان يخلي الكل يعتقد ان هو مات بجد. في الوقت ده بنشوف تاي في شكله الجديد وهو في الجبل المقدس علشان يستخرج السيف السماوي. على الناحيه الثانيه الشيخ الاكبر بيقرر يعمل مؤتمر لوتيان علشان يجمع كل الامراء ويحققوا في موضوع موت تاي وابنه وكمان بخصوص السيف السماوي ده. واثناء ده شياو بيبقى بيعمل تدريبات للساحره والاعمالات المقدسه علشان يحسن من مستواهم، ولما بيلاقي مستواهم بقى افضل واتقنوا المهارات بيستعد علشان القبائل هتوصل قريب. تاي بيقتل عدد كبير من البشر المسافرين علشان يسرق دمهم وبيروح يستخدمه علشان يستخرج السيف السماوي تحت الارض، ولكن السيف بيرفض ان التاي يستحوذ عليه رغم ان هو اللي حرره. القبائل بتتجمع في مؤتمر لوتيان والشيخ بيعلن بدايه المنافسه بتبقى قويه والقبائل بتستخدم اقصى قوه عندها علشان تتغلب على القبائل الثانيه، واحده من القبائل دي هي قبيله الملكه تشين اللي بتكون قويه جدا ومش شايفه اي منافس قوي قدامهم. ولكن لما شياو بيظهر بتتصدم رغم ان بيبان عليه مستوى ضعيف. المنافسه بتستمر وطاف انهت المرحله الاولى بتوصل للمرحله الثانيه، وبيبقى في شيء غريب من منافسات السنه دي لان الطوائف عددها قل وما شاركش غير 6 بس، وده طبعا لان تاي بيكون في الغابه بيقتل المقاتلين بتوع الطوائف الثانيه في الطريق. بنرجع مره ثانيه المنافسه وبيتبقى 16 مقاتل من كل الطوائف منهم الاميره المقدسه صديقه شياو، وبتدخل في قتال وشياو ساعتها بيتحدى الخصم انها هتقضي عليه في 3 ضربات بس، ورغم ان الخصم بيستخدم قوته القصوى الا ان الاميره بتقدر تهزمه فعلا في ضربتين مش 3. الدور بيجي في القتال الاخير على المتشرده الصغيره لاول مره تقاتل في حياتها، ولكن الغريب انها بتقدر تكسب القتال بكل سهوله بسبب تعاليم شياو ليها. الدور اللي بعده المتشرده بتقاتل ضد وانج اللي بيكون من ضمن الاقوياء. وانج بيستخدم وحوش الاسطوريه لكن المتشرده بتقتلهم بسهوله. وانج بيقرر ينسحب من القتال وده لانه مفيش شخص يقدر يتغلب على وحوشه قبل كده. قائد القبيله شانج بيتعصب على شياو لان التلاميذ بتوعه هزموا تلاميذه، ولكن واحد من الامراء الطوائف طلب منه يستنى شويه، وبنعرف انهم مشتركين في المؤامره الخاصه بتاي وبينتظروه يرجع علشان يسيطروا على الارض كلها. شياو بيبقى عايز يثبت قوه تلاميذه وبيتحدى كل الطوائف يقتلوا المتشرده الصغيره. القتال بينهم بيبدا ورغم عددهم الكبير ده الا انها بتقدر تهزمهم كلهم بكل سهوله. الكل بيبقى متفاجئ من استخدامها للطاقه وبيعلنوا انهزامهم. امراء الطوائف ال6 بيطلبوا من شياو يقتلهم لكنه بيرفض وبيقول لهم ان هو منتظر شخص ما وبيكون قصده على تاي. بنكتشف ان شياو عارف ان تاي هو القاتل وكمان هو مدبر المؤامره وبيكون في انتظاره. فعلا تاي بيوصل لمؤتمر لوتيان بس بيكون واخد شكل شياو. الكل بيتفاجئ وبيفتكر ان هو يبقى مؤسس القبيله واقوى مقاتل على وجه الارض وبيكون معاه السيف السماوي علشان كده الكل بيصدقوا. كل امراء الطوائف بيكونوا عايزين يقتلوا شياو المزيف وبياخدوا السيف لكنه بيبدا يقاتلهم وبيقتلهم واحد ورا الثاني. الساحره تشو بتطلب من شياو الحقيقي يتدخل لكنه بيرفض وبيكون مستني واحد من المقاتلين وهو شينج. شياو بيكون شايف ان هو مقاتل اسطوري بس موجود في العصر الخطا. فعلا شينج بيقاتل بقوه كبيره لكنه بيتهزم في النهايه. واحده بس من امراء القبائل بتكون عارفه حقيقه تاي وهي الملكه مينج، ولان الملكه مينج كانت عايشه من وقت طويل وتعرف الامير شياو كويس. بعدها بتساله عن خطته انها فضلت تراقب الاوضاع لمده 700 سنه علشان تكتشف المؤامره بتاعته دي. بعدها بتطلب منه يكشف عن نفسه وبنكتشف ان تاي يبقى ملك الشياطين اللي استولى على العالم بعد موت شياو. ملك الشياطين بيهجم على مينج وساعتها شياو بيقرر يتدخل اخيرا ويدافع عنها. شياو بيكشف نفسه لمينج واخيرا بيتجمعوا بعد الوقت ده كله. ملك الشياطين بيدخل في قتال مع شياو ولما بيلاقي نفسه يخسر
بيستدعي كل افراد عشيرته. ملك الشياطين بيستخدم طاقة كل افراد العشيرة علشان يحسن من قوته وبيوصل لمستوى رهيب. وعلى الرغم من القوة دي كلها الا ان شياو بيقدر يهزمه بسهولة وما بيتعرضش غير لخدش واحد بس. شياو بيسلم السيف السماوي للشيخ الاكبر وبياخد منه باقي الاصدقاء وبيسيب المكان وبيمشي. شياو بينطلق في رحلته الغابات علشان يعود لمملكة السماء، وده علشان يقدر يسترجع طاقته الروحية مرة تانية. فهل هينجح الامير شياو في استعادة طاقته الروحية؟ وايه اللي مستنيه في الرحلة دي هو واصدقائه؟ ده بالظبط يعني مويه اللي هنعرفه في الجزء الجاي من الانمي الجامد بتاعنا. وقبل ما اقول لك سلام ما تنساش تعمل لنا لايك الفيديو ده واشتراك في القناه علشان يوصلك كل اللي جاي. وعايز اقول لك كمان عندنا قناه اسمها انمي رايق بينزل عليها حصريات بشكل حصري الانميات الجديده وبتاع. روح هناك هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها في الكومنت كمان في اول كده يعني. روح روح علينا بقى ولايكات وكومنتات وايه وسلام.